السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في قناة أمينة مطبخ الصغير. نبدأ بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اليوم يا البنات حبيت نشارك معكم عيد ميلاد بنوتة. أنا هنا كنت حضرت عيد ميلاد بنت عمتي الصغيرة عندها 3 سنين. شاركت معكم واش كنت حضرت كتحضيرات مسبقة. شوفوا لهنا كنت خدمت أنا هاد لي كاب كيك وهاد لي بوب كيك كما راكم تلاحظوا. درنا احتفال صغير حبيت نشاركه معكم. نروحوا لطريقه التحضير. واش كنت بديت لهنا؟ كنت بديت في الكاب كيك. واش كنت درت فيه؟ كنت درت فيه 2 بيضات اللي لازم يكونوا البيضات تاعنا بدرجه حراره الغرفه. درت فيها كاس صغير ربع سكر حبيبات، ودرت فيها قرصه ملح. وهنا جبت الفوي بديت نضرب. شوفوا لهنا نبداو نضربوا بالفوي حتى شوفوا حتى نشوفوا اللون تاع البيض تاعنا ولا الخليط تاعنا تغير. لاحظوا شوفوا اللون اللي تحصلنا عليه. ولهنا اللي تقدر تستعمل الباتور احسن واحسن. ولهنا واش كنت زدت لها كاس غير ربع زيت. شوفوا راني نضيف فيها لا دفعات ونخلط مليح بالفوي هكا حتى تدخل مليح هذاك الزيت، ونضيف الدفعه الثانيه. هاي لي هنا درتو على 3 دفعات. هاي لي ونخلط مليح بالفوي. انا خلطته غير بالفوي كما قلت لكم. بالباتور راح يكون احسن واحسن. وهنا واش راح نزيد لها كاس غير ربع حليب، يكون مش برد بزاف وما يكونش سخون، يكون متوسط، يكون دافي هكذاك. ولا راح نزيد لها هذا المكون. راح نحط لها بنه وطعم ولون رائع، اللي هي البودره الشوكولا اللي نديروها في الحليب للدراري الصغار. انا درت منها 2 مغارف صغار. انا اللي ما كانتش متوفره عندها عادي تقدر تستعمل كاكاو وتكون النوعيه تاعو جيده، يكون الريحه تاعو تكون شابه، تريح ريحه الشوكولا. هاي اللي نبقى نخلط حتى ندخل هذاك الشوكولا تاعي في الخليط اللي كنا اخدمناه. هاي اللي نخلط مليح. ولهنا نبدا نضيف في الفارينه. هنا واش عندي كيما راكم تشوفوا كاس معمر مليح فارينه. هاي اللي لازم نغربلو الفارينه تاعنا. واش راح نزيد عليه؟ راح نزيد عليه كيس خميره كيميائيه وزن الكيس 10 غرام. هاي اللي وندخل هذيك الفارينه الكاس هذا تاع الفارينه راح ندخلو في هذاك الخليط تاعنا هكذا. واش راح نزيدلو كاس غير ربع من الفارينه. هنا استعملنا كاس فارينه زائد كاس غير ربع فارينه، كاس تقريبا 2 كيسان غير ربع. هاي اللي ندخلو هذيك الفارينه. وهنا واش راح نزيدو لها المكون السحري اللي يعطينا خفه للكب كيك تاعنا اللي هو المايزينا. انا هنا درت لها 2 مغارف مايزينا، راح يعطيكم خفه رائعه للكب كيك تاعكم ولا المادلان. نقدروا نسموه المادلان، هو مادلان فقط مزين. هاي ليك شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه. هاوليك هذا القوام المطلوب بهذه الطريقه. هاي ليك. ولا انا جبت هذه الاكواب الورقيه اللي رايحين نطيبوا فيهم الكب كيك تاعنا. هنا استعملت هذه الاكواب كزينه لانيفرسير تاع البنوته. شوفوا جبتهم في الغوز. نتوما ميم تقدروا تستعملوهم في هذاك المول الخاص بالكب كيك ولا بالمادلان. انا كما كنت لاحظوا جبت هذا الطاس تاع الميكسور راح نفرغ فيه. شوفوا هذا راح يساعدني احسن كي نكون نفرغ في هذوك الاكواب. هاي ليك لاحظوا. وهنا راح نشوفوا شحال نعمروا في هذه الاكواب. هنا اللي 2 بيضات كما كنشدوا كتعمرت لي هذا 12 نكوب. درنا 2 بيضات كانت خدمت لي 12 نكوب. هاي ليك شوفوا راح نعمروهم في النص ولا شويه ناقصه على النص. شوفوا راح نعمرهم شويه ناقصه على النص، ومن بعد راح يتنفخوا راح يجونا قد. هاي ليك شوفوا كيما قلت لكم الكميه اللي كنت خدمتها معكم كانت خدمت لي 12 نكوب ولا 12 حبه من الكاب كيك. راح ندخلهم للفرن درجه حراره 180 درجه. راح نخليهم حتى يتنفخوا لنا من تحت، وبعد نشعلوا عليهم واحد 5 دقائق هكذا كملفوا فقط فاش يزيدوا ينشفوا لنا مليح من الفوق ونطفيو عليهم. هنا انا كنت جيت نخدم الكريمه اللي كنت درت فيها كاس شونتي زائد كاس غير ربع شونتي. كنت زدت لها كاس ونص حليب بارد وكنت خلطتها بالباتر كما راكم تلاحظوا. هاي ليك شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه نخلطه مليح بالباتر. هنا واش كنت زدت لها عطر الفراوله، راح يعطينا نكهه ويعطينا لون
يعني راح نديروه يعني كيما شفتوا البنوته يعني حنا نسحقوا اللون الوردي وراح يعطي لها نكهه رائعه. يعني نكهه الفراوله راح تكون رائعه. هنا شوفوا بعد ما طاب، شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها. هنا بعد ما طاب وبرد تماما. وهنا ننصحكم التزيين يعني يكون يعني كي تكوني راح تقدميهم يعني زيني. هنا شوفوا انا هذيك الكريمه تاعي كنت درتها في بوشادوي وجيت زينت بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. هايليك شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها يعني جات الشكل تاعهم بزاف شباب. هنا جبت هذه الحبيبات الملونه يعني غذائيه هكذا درتها من الفوق. هايليك هنا كملنا الكاب كيك تاعنا. واش نروحو نديرو هنا؟ نروحو نجوزو للبوب كيك. بوب كيك واش كنت درت؟ انا كنت خدمت كيكه يعني خدمي كيكه يعني اللي تعرفيها كيك واش حبيتي. انا هنا صراحه الكيكه كنت درت نفس العجينه اللي كنت درتها الكاب كيك، كنت درت نفس العجينه ودرتها في هذا المول. هاي ليك شوفوا هنا واش راح ندير. انا راح نجي هاد الكيكه راح نحي لها هذا القشر الفوقاني. شوفوا هذا القشر راح يكون شويه يابس ما نحتاجوش، راح نحيه. لاحظوا هاي ليك نحاول اني نحيه كامل يعني كيما قلت لكم الكيكه يعني تقدروا تستعملوا اي كيكه حبيتوها. انا هنا درتها يعني كيما قلت لكم نفس العجينه تاع الكاب كيك. نتوما تقدروا ديروها يعني كيما درتها انايا، تقدروا ديروها يعني بذوق الفاني يعني بمن حبيتم. بصح انا نحبها بذوق الشوكولا والعائله عندنا كامل يحبوا ذوق الشوكولا. درتها بذوق الشوكولا يعني انا لهنا الكيكه والكاب كيك والبوب كيك كامل درتهم بذوق الشوكولا لانه كامل يحبوا ذوق الشوكولا. هنا واش كنت درت؟ انا هذيك الكيكه تاعي بعد ما نحيت لها هذاك القش كنت جوزتها في الاشور. شوفوا النتيجه حصلت عليها. وكنت حكمت الشوكولا طالع كنت ذوبتها في حمام مائي هكذا باش يعني تطلق روحها شويه وتساعدني كي نكون نلم بها. يعني الا خليتها هكذاك بارده راح تدي لي كميه كبيره كي نكون نلم بها، بصح كي نسخنها فوق حمام مائي راح ما حاش تدي معايا كميه كبيره. هاي ليك شوفوا يعني نضيفوه حتى نتحصلوا على هذا القوام. شوف هاي ليك يعني كي نشكلوا كريه تتشكل معنا. لاحظوا بهذا الشكل يعني هذا القوام المناسب هكذا راح نحبسه وراح نجو نشكلوا كريات بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. هاي ليك شوفوا نضغطوا مليح. لاحظوا هكذا باش ما تفتحش معنا الكريه يكونوا نشكلوا فيها. هاي ليك شوف ضغطت مليح ومن بعد شكلتها بهذا الشكل على شكل كريه. هاي ليك هكذا يلزم نضغطوا. شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه يلزم نضغطوا مليح هكا بصبعتينا هكذا باش من بعد كي نكونوا نكوروا فيها ما تجيناش فارغه من الداخل. باسكو الا جاتنا فارغه من الداخل ومن بعد غير راح نجيو بيكو فيها هذاك الاخر اللي حطيناه راح تتفتح معنا وراح تتزربع كامل. هكذا يلزم نضغطوا مليح وتكون فيها يعني الكميه الكافيه من الشوكولا يعني ما تكونش زايده بزاف راح تجينا يعني جاريه وما تكونش يعني ناشفه بزاف. هاي ليك شوفوا الطريقه اللي راني نشكل بها. شوف هاي ليك نضغط مليح بصبعتيا ونكور بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. راح نكمل كامل الطريقه اللي عندي عفوا الكميه اللي عندي بنفس الطريقه اللي شفتوها نعودوا نولي. انا هاي ليك شوفوا هنا بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندي هنا عندي كميه من الشوكولا البيضاء كنت ذوبتها. راح نزيد لها كميه قليله من الزيت. هنا كانت عندي 100 غرام شوكولا ذوبتها وزدت لها مغرف زيت. هاي ليك راح ندخل هذاك زيت الشوكولا تاعي مليح. هاي ليك نحاول اني نذوب مليح هذيك الشوكولا تاعي فوق حمام مائي. هنا راح نجيب هاد الاعواد يعني هاد الاعواد متواجدين في محلات يعني البيع لوازم الحلويات. هاي ليك شوف هنا راح نجيب عود واحد وراح نبدا هكذا نشكل ثقب في الوسط هكا في الوسط تاع الحبه. لاحظوا نحاول اني الحبه تستوعي كامل نشكل ندير لهم هذاك الثقب في الوسط. هاوليك شوفوا هنا واش راح ندير؟ راح نجيب هذوك الاعواد راح هكذا نغطسهم في الشوكولا هكذا ونغرسهم في هذيك الحبه هكذا بهذه الطريقه. لاحظوا شوف بهذه الطريقه راح نكمل كامل الكميه اللي عندي نغطسها في الشوكولا وندخلها في هذاك الثقب اللي كنت شكلته بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. يعني طريقه سهله وبسيطه وما كاش اسهل من البوب كيك. في النتيجه راح يعطينا بنه رائعه. وهنا واش راح ندير؟ راح ندخلهم للثلاجه مده 5 دقائق تحكم روحها هذيك الشوكولا نعاودو نوليو لعندهم. هنا الشوكولا اللي كنت ذوبتها واش راح نزيد لها ملون الشوكولا ملون الخاص بالشوكولا باللون الاحمر. يعني انا هنا نسحق اللون الوردي راح نبقى نزيد يعني حتى نتحصل على درجه اللون الوردي اللي راني محتاجتها. شوفوا هاي ليك راح نخلط يعني حتى ونبقى نزيد في الملون حتى نتحصل على درجه اللون كما قلت لكم اللي راني محتاجتها. هاي ليك
يعني احنا علاش درنا هذيك يعني الخطوه اللي كنتو شفتوها معايا، اللي كنا درنا الاعواد في الشوكولا ودرناهم في وسط الحبه تاع البوب كيك تاعنا ودرناهم في الفريجيدير. يعني شوفوا لهنا، هاي اللي كنت جبت هذيك الشوكولا يعني اللي كنت درت لها مولوين درتها في كاس. شوفوا يعني راني نهزها من هذاك العود ونغطسها في الشوكولا يعني وما تطرش معايا. لهذا كنا درناها قبل، يعني هذاك الثقب عمرناه بالشوكولا ودرنا لها يعني هذيك العود هكذا، يعني درنا الشوكولا تاعنا يعني ولات نكهه غيره، يعني حكم لنا الحبه تاع البوب كيك تاعنا مع العود تاعنا. هنا هاي ليك شوفوا هنا كيفاش راني نستعمل فيهم بكل سهوله. هاي ليك نغطسها في الشوكولا ونحطها في كيس هكا باش من بعد كي نكون نحي فيها تجيني سهله. لاحظوا شوفوا انا راح نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه ونجوزو نشوفوهم في طبق التقديم. هنا هاي ليك شوفوا الكب كيك تاعنا كيفاش جا، هاي ليك شكله النهائي. شوفوا البوب كيك تاعنا كيفاش جا. انا هنا كنت زدت له حبيبات هذوك، يعني هذوك الحبيبات الملونه كنت زدت لهم هما، يعني درتهم لهم في القاعده. لاحظوا شوفوا النتيجه اللي حصلنا عليها. ولهنا مام الكيكه كنت يعني صورتها باش نشاركها معكم، ولكن مع الاسف كانت تحذفوا لي اغلب المقاطع تاعها، لهذا ما قدرتش اني نشاركها معكم. ولهنا مبقى لي غير نقول لكم نتمنى تكون عجبتكم طريقتي في تحضير الكب كيك والبوب كيك، وتكونوا خديتوا يعني افكار من هذا الفيديو. ما تنسوليش الاعجاب والاشتراك في القناه الدعم والتقدم. باي باي.